اعلان فيلم بلاك ويدو المرتقب صدر اخيرا. الاعلان بيدينا نظرة للاماكن اللي الفيلم هيدور فيها والفترة الزمنية اللي هيغطيها، لكن الاهم من كده الاعلان بيورينا مجموعة من الشخصيات الجديدة اللي الفيلم هيقدمها واللي بيشكلوا جزء كبير من تاريخ بلاك ويدو. في الفيديو هنا هنتكلم عن كل شخصية جديدة فيلم بلاك ويدو بيقدمها، وهنستكشف معلومات عن اصلهم وتاريخهم في الكوميكس. كل شخصية فيلم بلاك ويدو الجديد بيقدمها ليها أصل وجذور من الكوميكس، وفي الفيديو هنا هنتكلم عن الجذور دي، لكن أحب أنوه إني هتكلم عن تاريخ الشخصيات دي من كون ايرث 616 فقط، مش أي أكوان تانية من أكوان مارفل المتعددة، بالتالي ممكن تكون مختلفة تماما عن التفاصيل اللي هنشوفها في الفيلم. وبما إني هتناول الشخصيات الجديدة فقط، ده معناه إني أكيد مش هتكلم عن الشخصيات القديمة المعروفة زي ناتاشا رومانوف نفسها، أو مثلا جنرال روس اللي ظهر في أفلام كتير سابقة من عالم مارفل السينمائي. اول شخصيه بتظهر في الاعلان هي يلينا بيلوفا. في الفيلم كل اللي نعرفه عنها هي انها جاسوسه ومغتاله متميزه اتدربت مع ناتاشا رومانوف في برنامج ريد روم او بلاك ويدو بروجرام، وده برنامج سوفيتي هدفه هو تدريب البنات الصغيرين وغسيل مخهم لحد ما يخلوهم افضل قتله وجواسيس في العالم. في الكوميكس تاريخ الشخصيه مشابه لده الى حد كبير. بيلوفا برضو اتدربت في ريد روم، وبعد ما بلاك ويدو الاصليه ناتاشا رومانوف انشقت وسافرت الولايات المتحده وبقت سوبر هيرو هناك، يلينا بيلوفا بقت هي بلاك ويدو الجديدة. وبعد ما يلينا بتواجه ناتاشا في مهمة من المهمات، بتبدأ تحس بشكوك ناحية البيزنس بتاع الجاسوسية وازاي ان الجواسيس بيبقوا مجرد لعبة في ايد اللي بيحركهم. يلينا بيلوفا بتعتزل الجاسوسية وبتبقى سيدة اعمال وموديل ناجحة، لكنها بترجع تاني وبتشارك في قصص مختلفة لحد موتها اثناء الاحداث اللي حصلت في العدد 103 من تيلز اوف سسبنس. تاني شخصية بتظهر في الاعلان هو تاسك ماستر. لسه مش معروف اي حاجة عن تاسك ماستر في الفيلم غير انه مرتزقة وهيكون معادي لبلاك ويدو، لكن في الكوميكس تاسك ماستر في الاصل اسمه توني ماسترز. توني وهو صغير اكتشف ان عنده القدرة انه يقلد حركات الناس التانية بمجرد النظر ليهم، حاجة كده نقدر نسميها ردود افعال فوتوغرافية. يعني مثلا كان بيقدر يقلد حركات لاعبي كرة السلة والقفازات بتاعت السباحين بمجرد النظر ليهم وبدون تدريب. لما توني كبر انضم لشيلد وبقى من افضل عملائهم، وفي واحدة من المهمات توني بيقابل عالم نازي بيموت، والعالم ده اداله حقنه فيها مصل شبه المصل بتاع السوبر سولجر. طبعا في القوه اللي المصل ده ممكن يديها توني حقن نفسه بيه، والمصل فعلا اداله القدره على انه يحفظ ويقلد اي مهاره جسديه بشكل اكثر سرعه وكفاءه من قدراته الاصليه بكتير. لكن المشكله هنا ان اي مهاره توني كان بينسخها كانت بتمسح ذكرى من ذكرياته الشخصيه. مع الوقت توني بقى ينسى حاجات كتير جدا لدرجه انه نسي مراته وشريكته في شيلد مرسيدس ماسترز، ونسي انه شغال في شيلد اصلا. من هنا توني تحت لقب تاسك ماستر بيبدأ يعمل عمليات لصالح الأشرار بناء على أوامر من مراته من غير ما يعرف أصلا إنها مراته، ومراته كانت بتدي كل المعلومات اللي هو عارفها عن عالم الأشرار لشيلد. يعني تاسك ماستر الشرير كان في الحقيقة عميل مزدوج لصالح الخير وهو ما يعرفش أصلا. وفي مرة من المرات تاسك ماستر بيجبر مرسيدس تقوله على الحقيقة وإن هي مراته، وإنه كل ده كان قطع شطرنج في إيد شيلد. تاسك ماستر بيقرر إنه يستقل ويعمل عمليات خاصة بيه هو، وبيتحول لشرير مارفل الشهير اللي احنا عارفينه. تالت شخصية ظهرت في الاعلان هي ميلينا فوستكوف، وكل اللي نعرفه عنها في الفيلم انها جاسوسة برضو كانت تحت تدريب برنامج ريد روم. اما في الكوميكس ميلينا ليها لقب تاني وهو ايرون ميدن او الفتاة الحديدية لو هنترجمها بتصرف، ودي كانت عميلة في الحكومة الروسية وكان عندها حقد شخصي تجاه بلاك ويدو لانها كانت ليها صيت اعلى كجاسوسة، وميلينا كانت درجة تانية بالنسبة لها. ميلينا او ايرون ميدن بيجيلها فرصة انها تشبع حقدها ناحية بلاك ويدو لما شرير اسمه ديمين دران بعت مجموعة من المغتالين علشان يخطفوها، وايرون ميدن كانت واحدة منهم. بلاك ويدو قدرت تتغلب عليهم كلهم ما عدا ايرون ميدن اللي كانت خلاص هتهزم بلاك ويدو لولا تدخل عملاء شيلد. باختصار ميلينا فوستكوف هي شريرة في الكوميكس وبين اعداء بلاك ويدو، لكن لسه ما نعرفش دورها هيتلعب ازاي بالظبط في الفيلم. رابع شخصية ظهرت في الاعلان هو أليكسي شوستاكوف والملقب بريد جارديان. في الفيلم بيتقدم لنا كطيار سابق في الاتحاد السوفيتي، ومن الواضح انه كان حليف لبلاك ويدو، بينما في الكوميكس ريد جارديان شخصية مهمة جدا في حياة بلاك ويدو، والسبب انه كان جوزها. أليكسي كان من افضل الطيارين في الاتحاد السوفيتي لدرجة انه كان بيتم اختياره لاكثر المهمات خطورة وسرية، وكان مرسوم في الاعلان السوفيتي انه بطل قومي، وفي اثناء مجده اتجوز ناتاشا رومانوف واللي كانت وقتها راقصة باليه شهيرة. بعد كده الاستخبارات الروسية عملوا خطة هدفها هو دفع ناتاشا رومانوف انها تخش
برنامج تدريب البلاك ويدو، وهي انهم قالوا لها ان جوزها مات في مهمة. ناتاشا بالفعل انضمت للبرنامج علشان تلهي نفسها بعيدا عن الحزن، وبقت الجاسوسة المميتة بلاك ويدو. أليكسي بيتم اختياره يبقى تاني شخص يحمل لقب الريد جارديان، ودي شخصية الاتحاد السوفيتي عملها علشان تبقى النسخة بتاعتهم من كابتن امريكا. بعد سنين من التدريب القاسي، أليكسي شوستاكوف اتحول لشخص قاسي وعديم الرحمة، وبقى شرير مهم جدا في عالم مارفل، واكتر من مرة واجه الافينجرز وبلاك ويدو نفسها. كل الشخصيات في الكوميكس زي ما شفنا هم اشرار واعداء لبلاك ويدو، مما يخلينا نخمن ان التحالف اللي بينهم اللي شفناه في الفيلم احتمال ما يستمرش وما ينتهيش على خير. في شخصية كمان تم الاعلان عن انها تظهر في الفيلم، وهي شخصية ريك ميسون. كل اللي نعرفه عنه حاليا في الفيلم هو انه عميل سابق من شيلد وحليف لبلاك ويدو، لكن الشخصية دي ليها جذور اعمق في الكوميكس. ريك بقى ابن المجرم المخترع الملقب بالتينكرر، وباستخدام الاختراعات التكنولوجية اللي اتربى عليها وهو صغير والتدريب الشديد اللي اتدربه، ريك بقى مرتزقة مستقل تحت لقب ذا ايجنت، وبقى متخصص في التعامل مع البشر الخارقين بشكل غير مميت، يعني حتى اصعب من قتلهم. مهارات ريك كانت عالية جدا لدرجة انه كان بيتم تعيينه من حكومات دول كبيرة زي امريكا وبريطانيا وغيرها. ده كان فيديو صغير بيقدم الشخصيات دي بشكل مختصر علشان الناس تبقى بس عندها فكرة عن خلفيتهم الأصلية من الكوميكس. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب مع تفعيل الجرس عشان يجيلكوا إشعارات بكل جديد، وما تنسوش لايك على صفحة الفيسبوك. وبرضو لو حابين تدعموا القناة في إنها تنتج محتوى أكتر بجودة أعلى، تقدروا تشتركوا على صفحة القناة على باتريون من الرابط الموجود على الشاشة وموجود في الديسكريبشن. أشوفكم الفيديو الجاي.